لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. أشرك المدرب الجديد لريال مدريد ألفارو البيلوا الدولي المغربي إبراهيم دياز في دقيقة 80 مكان زميله التركي أردا جولر في المباراة التي نال فيها الفريق المدريدي العلامة الكاملة بعد فوزه على الفريق المضيف في ريال ب2-0 برسم الدورة 21 من بطولة لا ليغا الإسبانية. وسجل هدفي الريال الدولي الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 47 و93 من علامة الجزاء. وقدم إبراهيم بعض اللقطات الجميلة رغم مشاركته للدقائق قليلة، واحتل ريال مدريد صدارة البطولة مؤقتا ب51 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة. إضافة إلى هذا الموضوع، أربيلوا يكشف موقفه بشأن الاعتماد على إبراهيم دياز في تشكيل ريال مدريد. أبدى ألفارو أبيلوا مدرب نادي ريال مدريد إعجابه الكبير بالمستويات التي يقدمها الدولي المغربي إبراهيم دياز، معبرا عن ارتياحه لعودته إلى صفوف الفريق، ومشيدا بما أبان عنه من أداء مميز سواء رفقة النادي الملكي أو خلال ظهوره الأخير مع المنتخب المغربي. وفي تصريحات تداولتها وسائل الإعلام إسبانية، أكد أربيلوا أن الانضمام دياز يمثل إضافة مهمة للفريق، قائلا: أنا سعيد جدا بوجوده معنا مجددا. لقد أظهر قدرته داخل ريال مدريد ووصل تقديم مستويات قوية خلال مشاركته في كأس الأمم الإفريقية. أشار المدرب الإسباني إلى أن اللاعب بلغ مرحلة متقدمة من النضج الكروي، معتبرا إياه عنصرا مؤثرا داخل المجموعة. وأضاف: إبراهيم يتمتع بعقلية احترافية عالية، وسنكون بحاجة إلى إمكانياته في الفترة المقبلة. هدفنا هو استثمار كامل قدرته لتحقيق الإضافة المرجوة. كما توقف أربيلوا عند الجوانب التقنية التي يتميز بها اللاعب المغربي، خاصة تعدد أدواره داخل أرضية الملعب، موضحا: إنه لاعب غير متوقع، يمتلك مرونة تكتيكية كبيرة وقادر على شغل أكثر من مركز، يمنحنا خيارات فنية متعددة. وتعكس هذه التصريحات حجم الثقة التي يحظى بها إبراهيم دياز داخل الطاقم التقني لريال مدريد، كما تبرز الدور المهم المنتظر أن يؤديه ضمن خطط الفريق خلال الاستحقاقات القادمة.